السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى. مرحبا بكم متابعينا الكرام، نتمنى تكونوا كاملين بخير إن شاء الله. اليوم في فيديو جديد كما شفتوا في العنوان والصورة المصغرة راح نتكلموا على أسعار سكنات عدل 3 شقة اف 3 وشقة اف 4، يعني 3 غرف و4 غرف، يعني على حسب راح ناخذ الأسعار على حسب آخر تصريحات لوزير السكن السيد محمد طارق بالعربي، اللي قال أنه أسعار سكنات عدل 3 سوف تكون يعني مقاربة لأسعار سكن البيئة أو الترقوي المدعم. لذلك خوتي راح نحاول ناخذ مثال تقريبي فقط، لأنه الأسعار الرسمية مازال لم يصر عليها لا من قبل الوكالة أو وزارة السكن. فقط خوتي قبل ما نكملوا الفيديو تاعنا اشتركوا في القناة اللي مازال مش مشترك، والإعجاب بالفيديو، وبارك الله فيكم. إذا نبداو الفيديو تاعنا على بركة الله. بالنسبة لأسعار السكنات عدل 3 ستكون سكن مكون من 3 غرف أو اف 3 حسب أقوال وزير السكن أن الأسعار ستكون مقاربة لأسعار سكنات البيئة أو الترقوي المدعم. لذلك نحاول نذكر لكم في البداية أسعار سكنات البيئة أو الترقوي المدعم. إذن أسعار شقق البيئة تتراوح ما بين 250 مليون إلى 540 مليون على حسب عدد الغرف بالشقة الواحدة. إذن الأسعار بالتفصيل كما يلي. بالنسبة لشقة من نوع أفدو بمساحة 50 متر مربع بقيمة 250 مليون. ملاحظة خوتي فقط بين قوسين، سكنات عدل 3 لا تحتوي على شقق أفدو، يعني من غرفتين، من 3 غرف و4 غرف فقط. ثانيا شقة من نوع اف 3 بمساحة 70 متر مربع بقيمة 350 مليون. ثالثا شقة من نوع أفكات بمساحة 85 متر مربع بقيمة 440 مليون. رابعا شقة من نوع اف 5 بمساحة 105 متر مربع بقيمة 540 مليون. إذن هذه خوتي أسعار سكنات البيئة أو الترقوي المدعم. إذن قلنا من غرفة اف 2 بمساحة 50 متر إلى اف 5 بمساحة 105 متر. إذن كل ما يهمنا نحن في عدل 3 هو شقة من نوع اف 3 وشقة من نوع أفكات، لأنهم هم الصيغ التي سوف تكون في هذه الصيغ السكنية عدل 3. إذن وعلى لسان وزير السكن والعمران السيد محمد طارق بالعربي فإنها ستكون مقاربة للأسعار، نضع فارق 20 مليون بينهم فقط. بمعنى شقة من نوع اف 3 بمساحة 70 متر مربع بقيمة ما بين 330 مليون و 350 مليون سنتيم. ثانيا شقة من نوع أفكات بمساحة 85 متر مربع تأتي بقيمة يعني ما بين 420 مليون و 440 مليون سنتيم. إذن نأتي لحساب الأسعار فقط. خوتي ملاحظة أيضا كان ذكر الوزير أنه سكنات عدل 3 سوف تكون مزودة بالتدفئة المركزية، مما يرفع نسبيا الأسعار. هذا بين قوسين خوتي، وطبعا في انتظار يعني التصريح بالأسعار الرسمية إن شاء الله، سنوافيكم بها إن شاء الله في حين صدور الخبر بإذن الله. إذا نأتي لحساب الأسعار وحساب كل شطر وحساب مجموع الأشطر كاملة. نعرف باللي عدل 3 فيها 5 أشطر عكس عدل 4 كانت فيها 4 أشطر فقط. نسبة الأشطر يعني الخمسة تأتي ب 38% على مقسم على 5 أشطر. الشطر الأول 10% وباقي الأشطر الأربعة 7% لكل شطر. بالنسبة للنسبة المتبقية يدفعها المستفيد من السكن أو المكتتب إلى مدة تصل إلى 35 سنة على حسب دخل الزوجين أو الفرد لوحده. إذن نأخذ مثال شقة من نوع اف 3 بمساحة 70 متر مربع بقيمة 330 مليون أو 350 مليون. بحساب سعر الشقة نقص منه إعانة الدولة واللي هي 70 مليون. أيضا خوتي كاين بالنسبة لهذه إعانة الدولة كاين اللي يدي 70 مليون واللي الدخل تاعو أقل من 4 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون واللي هو 8 ملايين، وكاين اللي فوق يعني 4 مرات إلى غاية 6 مرات، يعني بين 70 مليون إلى 12 مليون راح يدي إعانة مقدرة ب 40 مليون فقط. إذا بالنسبة ل 350 مليون ناقص 70 مليون راح نلقاو 280 مليون. 280 مليون نقصوا منها 10% واللي هو قيمة الشطر الأول واللي يساوي 28 مليون. بالنسبة لباقي الأشطر الأربعة 280 مليون نقصوا منها 7% واللي هي 20 مليون و500.
إذن هذا نسبة نفس الشيء بالنسبة للأشطر الأربعة كامل جينا ب20 مليون، عفوا 20 مليون و600 مش 20 مليون و500 كنقسموا هذا المبلغ. نذكر أن الشطر الأول 28 مليون والأشطر الأربعة تأتي ب20 مليون و600. المجموع تاع لي طرونش خاوتي 38% يكون مثلا 28 مليون زائد 20 مليون و600 زائد 20 مليون و600 4 مرات كما سبق ذكرنا، راح نلقاو 110 مليون و400. هذا بسعر 350 مليون. ثانيا شقة من نوع أفكات بمساحة 85 متر مربع بقيمة 420 مليون أو 440 مليون سنتيم. بحساب سعر الشقة نقص منه إعانة الدولة اللي هي 70 مليون كما سبق وذكرت في الشرح الأول، قادرة تكون 70 مليون قادر 40 مليون، يعني تختلف النسبة هنا. إذن راح تكون كما يلي. بالنسبة ل 440 مليون نقص منها 70 مليون راح نلقاو 370 مليون. هذه يعني القيمة التي سيدفعها المكتتب. مثلا قلنا 440 مليون نقص منها إعانة الدولة 70 مليون راح نلقاو 370 مليون. 370 مليون هذه راح يخلص من المكتتب 38%، والباقي يسدد عن طريق الإيجار كما سبق وذكرت لمدة تصل إلى 35 سنة. يعني كاين اللي يخلص مدة 25 سنة، كاين 30، كاين 35 على حسب دخل الزوجين كما سبق وذكرنا. ومن شروط الاكتتاب في عدد ثلاثة قلنا أنه الدخل يكون من يعني بين 24,000 دينار جزائري واللي هو الحد الأدنى إلى غاية 12 مليون سنتيم واللي هو 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون. إذن هو 12 مليون. نكملوا خاوتي. إذن 370 مليون نقص من 10% راح نلقاو 37 مليون. هذا بالنسبة للشطر الأول لسكن أفكات بمساحة كما سبق وذكرت أفكات، نعم أفكات بمساحة 85 متر راح يكون الشطر الأول بقيمة 37%. بالنسبة للشطر الثاني 370 مليون دائما نقص منه 7% راح نلقاو 25 مليون و900. هذه قيمة الشطر الثاني والثالث والرابع والخامس كما سبق ذكرت. عندنا 4 أشطر نفس القيمة تأتي ب7%، راح تجي ب 37 عفوا 25 مليون و900 والشطر الأول 37 مليون. إذن مجموع لي طرونش 38% يكون كما يلي: 37 مليون زائد 25 مليون و900 زائد 25 مليون و900 زائد 25 مليون و900 زائد 25 مليون و900 راح نلقاو 140 مليون و600. هذه قيمة الأشطر الخمسة بالنسبة لسكن أفكات. بالنسبة لباقي المبلغ راح يسدد عن طريق الإيجار لمدة تصل إلى كما سبق ذكرت إلى 35 سنة. وأنا خوتي كنت درت فيديو بالتفصيل باش ما يجيش الفيديو يعني مطول، وشرحت فيه السعر التقريبي لسكنات عدد ثلاثة وأيضا قيمة الأشطر. إن شاء الله راح نعاودوا نديروا فيديو توضيحي أكثر. إذا ما فهمتوش خوتي اكتبوا لي في التعليقات، وإذا بغيتوا نديروا فيديو آخر ثاني نفصلوا فيه أيضا في الإيجار الشهري وطريقة تسديدها ومدة التسديد لكل فئة. كما قلت في السابق أنه كاين يعني اللي عنده الدخل تاعو هو والزوج تاعو أقل من 4 مرات من الدخل الوطني الأدنى المضمون، يعني أقل من 8 ملايين، راح تكون الإعانة 70 مليون وراح يتغير المجموع. بالنسبة لأكثر من 8 ملايين إلى غاية 12 مليون راح تكون الإعانة 40 مليون، وبذلك راح تتغير الحسابات وكذلك قيمة الإيجار الشهري، لأنه كاين فئتين خوتي. إذا حبيتوا نديروا بالتفصيل اكتبوا لي في التعليقات خوتي، نعاود ندير لكم فيديو آخر مفصل يعني من البداية إلى النهاية. إذن خوتي هذه باختصار فقط يعني على أنا خذيت مثال على تصريح وزير السكن اللي قال أنه أسعار سكنات عدد ثلاثة سوف تكون مقاربة لسكنات البية أو الترقوي المدعم. احنا خذينا مثال فقط على شقق أفتر وأفكات اللي تمنى واللي راح تجي بها صيغة عدد ثلاثة، شقق من 3 غرف و4 غرف. قلنا الوزير قال سوف تكون مقاربة. أيضا بالنسبة للتدفئة المركزية واللي قال أنه ستساهم في ارتفاع يعني نسبي لقيمة السكن، في انتظار الخبر الرسمي من سواء وكالة عدل أو وزير السكن إن شاء الله، أو صدور مرسوم في الجريدة الرسمية، أكيد راح نوافيكم بها إن شاء الله. إذن خوتي هذا واش كان في الفيديو تاع اليوم. حبيت نوضح باختصار يعني قيمة سكن عدد ثلاثة بالتقريب، وأيضا قيمة
الأشطر الخمسة. إن شاء الله نوافيكم في فيديوهات قادمة بآخر المستجدات. فقط لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، والاستفساراتكم وسؤالاتكم اكتبونا في التعليقات وحنا نحاول نجاوبكم بإذن الله. إلى فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله.